قولي لي بقى دي، انت اتخانقتي ليه مع المراقب في الامتحان؟ رخم عليا وزهقني في عيشتي، ما عرفتش اطلع البرشام اللي معايا لحد اخر اللجنه. وانت بتغشي ليه؟ وما غشش ليه؟ ما كل الناس بتغش. المراقب اللي عليا بيغش، دكتور المادة بيغش، عمي بيغش، حتى الدكتور اللي عالج امي برضه كان بيغش. كل الناس بتغش. وانت كنت دايما بتعملي كده؟ لا، انا عمري ما عملت كده، بس هعمل كده وهعمل اكتر من كده وهعمل كل اللي انا عاوزاه. طيب السؤال بقى اللي عايزك تجاوبيني عليه، انت عندك احساس بالذنب؟ لا. ايوه يا ماجد. يا ابني انت فين؟ وجعت قلبي عليك. انا ما اعرفش عنك حاجه وتليفونك مقفول. انت كويس؟ انا شفت الوالد في الصعيد يا ماجد، بس اكتر حاجه بسطتني اني شفت امي. اديتها كل الفلوس اللي معايا. لما عرفت ان عم هاشم خد خبر هربت، جيت على مصر طوال. الحمد لله انك شفت والدتك، الحمد لله، حاجه كويسه. طبعا انت مشفور ومعكش فلوس مش كده؟ فكرتني وحياة ابوك كنت محتاج قرشين. طب ما تشوف طلعت كده معاه فلوس ولا ايه ظروفه؟ انت عارف انا بنتج الكليب بتاع ياسمينة ومحتاج فلوس اكتر من اللي عندي. قال البت دينا اخبارها ايه؟ معرفش عنها اي حاجه. ما تشوف لنا هي فين. وبقول لك ايه صحيح، تعرف اي حاجه عن لؤي؟ كفايه بقى شرب يا لؤي الليله، انت شربت كتير. مش كفايه، انا النهارده هعمل كل اللي انا عايزه. طب يا اخويا اهدى انت بس شويه على نفسك كده. مش اهدى. بقول لك يا سوسو، قومي ارقصي. انت بتقول ايه؟ بقول لك قومي ارقصي، قومي ارقصي. هلبس ده وهنقطك، هنقطك قدام الناس دي كلها يا سوسو. هرقص يا لؤي حاضر، بس انت كفايه شرب عشان خاطري. بقول لك مفيش كفايه. مات انا ما سكرتش. فين الشرب؟ فين البيره؟ انا عايز بيره مشبره، املالي الترابيزه دي كلها. وانتي احلى نقطه هتنزل عليك. ابوس ايديك ما ترميهمش هنا، هياخدوهم مني. استنى لما نروح البيت ولا تشقلب لك حتى في البيت على دماغي. اوعي ايدك، انا لازم اعقطك باحلى فلوس. ادي الفلوس، ادي الفلوس. مش هي دي، مش هي دي اللي حزنك كل الناس؟ ايه خلاص. مبقاش معايا فلوس، مبقاش معايا اي حاجه. فاكرة الصورة دي يا فوزية؟ طبعا فاكراها. إيهاب ساعتها كان عنده 7 سنين. بص، مش دي اللي كنا في راس البر ساعتها؟ ياه كانت أيام. مش كنت اتجدعنتي كده وجبت لنا كام عيل؟ أهو إيهاب يا ست اتخرج وتعين وشاف مستقبله، وقعدت أنا وأنت بوزي في بوزك. بقى ده كلام تقوله يا صلاح؟ في حاجة اسمها كده بوزي في بوزك برضه؟ إيه اللي حكاية بوزي في بوزك دي؟ أيوة يا ابني حبيبي، بتفرج على الصور دي اللي بتعوضني عن فترة غيابك عندي. أنا نفسي أجيب كاميرا علشان أصورك كل ما تيجي. بصي إيهاب الصورة دي
دي لما كنا في المعمورة أنا وأنت. بص فاكر يا إيهاب، ساعتها كان عندك يا ابني 3 سنين. اهلا يا باشا. ازيك يا باشا؟ عامل ايه؟ شقة مبروكة ان شاء الله. ازي حضرتك؟ فيك يا باشا. اتفضل يا باشا. طبعا صاحب الشقه ده بقى طلعت خطيب اختي زينب، ودي زينب بقى اختي. ان شاء الله ربنا يكرمهم كده ويبقى شقه وش السعاده عليهم. ناوي اجوزهم فيها ان شاء الله. احنا يا باشا طمعانين في كرم سعادتك، تهزلنا بس المبلغ شويتين كده، واحنا جمعنا كل الفلوس وطلعت المبلغ ده. اتفضل يا باشا. دول كام دول؟ دول بقى يا باشا 387,600 جنيه. ومعلش طمعانين في كرم عليك يعني، سامحنا في ال 13 باكو، ولادك بقى وحبايبك وجميلنا يعني. والله يا باشا انا مكسوف اكلمك في الموضوع ده، هو اللي نطق اهو. والله ده كل اللي حلته. عموما دول 2000 جنيه. اعزم خطيبتك واخو خطيبتك في مكان شيك على الغدا. الله 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 على الزمن الجميل وعهد الله. نفس كرم ابويا مرسي ونفس شكل ابويا مرسي. وعموما انا مسافر في 13:30 بالليل، بس بستأذنكم بعد ما تمضوا العقد وتاخدوا المفتاح تيجوا تستلموا الشقة الساعة 7:30 ان شاء الله. طب والعفش يا باشا هتخلوه لنا ولا هتاخده معاك؟ طبعا هيخليه. بقول يا باشا نكتب بقى العقود ان شاء الله. يلا نكتب. هي الشقة تكتب اسم مين؟ باسم طلعت طبعا. يلا بسرعه يلا. استنى كده وانت بتفتح خش. فينك ياما. ادخلوا برجلكم اليمين. بسم الله. بسم الله الرحمن بسم الرحيم. الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، ده المفتاح ما بيفتحش يا جدعان. انت متأكد ان ده مفتاح الشقة دي؟ الله جرى يا زينب، الراجل كتب العقود واداني المفتاح، سلمته لطلعت حطه في جيبه على طول وما طلعوش غير دلوقتي. طب تعالى افتح انت يا فكيك. اوعى يا عم انت طول عمرك خيبه. سمي كده. بسم الله. يا مسهل. ثانية واحدة. الله، ده المفتاح مش بتاعه، في ايه؟ ايه اللي بيحصل يا طلعت؟ الله، تربة. انت قلقتني يا تربة. طب رن الجرس يا زينب، رن الجرس يمكن يكونوا جوه وناسيين المفتاح من جوه. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام. خير؟ هو الاستاذ امين فين؟ امين مين؟ يا حاج امين اللي هو الابيضاني الطويل ابو شعر ابيض ده. انتوا كمان اتنصب عليكم؟ في ناس لسه ماشيين وقايلين نفس الكلام ده. ايه اللي انت بتقوليه ده يا ست انت؟ اتنصب علينا ازاي يعني؟ زي ما بقولك احنا كنا مأجرين له الشقة مفروشة ليه من اللي انتوا بتقولوا عليه امين. يا لهوي يا بسرتي السودة، اتنصب علينا ازاي يعني؟ دي كل اللي حيلتنا، انت اكيد نصابة انت كمان. لا 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 يا جماعة، لا انتوا بتقولوا ايه يا جماعة؟ انتوا بتقولوا اتنصب علينا؟ يا جماعة دي شقة عمر. يا طلبة دي شقة عمر يا طلبة. اتصرف يا طلبة. يا عم ما انا كمان ليا فلوس وانت لوحدك، ما فلوس وفلوسك وفلوس زينة. الله، فلوسي وفلوسك ايه وفلوس زينة ايه؟ انا من ساعة ما عرفتكم ما شفتش من وراكم غير النصب والهم، واتسرقت واتبهدلت. كده يا طلعت احنا معرفتنا تجيب النحس والهم والفقر ليه؟ عملنا لك ايه؟ يا زينب، يا زينب، عملتولي يا زينب. واحد بيخطط والتانية بتاخدني تدلعني وتفسحني. خطة وباينة قوي، وانا في النص زي العرايس بتلعبوا بيها زي العرايس. برافو برافو، لعبة جميلة. لكن لا يا طلبة، لا يا طلبة، لا والف لا يا طلبة. ده شقة عمري يا طلبة، ده شقة عمري يا طلبة اللي انا جبته من حياتي كلها يا طلبة. بص يا طلبة، يا تجيب لي الراجل يا تجيب لي الفلوس، وعهد الله وعهد الله يا طلبة اولع فيك وولع فيه زي ما معاك. يا عم في ايه؟ الله، ماشي الله. انا مش زعلان اني مفلس، انا الفلوس ما تفرقش معايا واصل. على الاقل صرفت فلوسي في حاجه مفيده، صرفت على الايتام والفقراء، مش صرفت فلوسي على واحده ملهاش لازمه ما تسواش شيلن. ولا كلم نفسك، انا مش طايق نفسي، ما تخليش هايس عليك. انت ليك عين تتكلم يا بتاع سوس؟ انت هتمد ايدك على مين يا ده انت؟ لم لسانك يا انت والله العظيم اضربك. انت هتصغر عليا ولا ايه؟ ولا مد ايدي عليك ولا في ايه؟ في ايه؟ انتوا كلمتوا ولا ايه؟ ما تفوقوا، حسوا بيا، حسوا بالمصيبه اللي انا فيها. انا عشان ارضي ياسمين
اتنصب عليا، اتعمل عليا نمره، بقيت مفلس. مش دي مصيبه؟ مش اخوكوا كده في مصيبه ولا ايه؟ ايه يا جماعه؟ احنا هنقعد نندم في حظنا ولا ايه؟ ما تبس انت وهو. طب دبرونا نعمل ايه؟ ايه؟ في ايه يا عم انت وهي؟ صوتكوا جاي باخر الدنيا. تعالى تعالى يا حبيبي عشان يكمل العدد، الفاشلون في كل شيء. يلا اتفضلوا عشان نقعد ونفكر هنعمل ايه. يلا 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 تعالى بقى، تعالى اهدى، في ايه؟ اقعد جنبه. مش قاعد جنبه يا اخي. يا عم عشان خاطر اقعد جنبه بقى، انتوا اخوات، عيب كده. بقول لك تقعد يبقى تقعد، ولا اجيب لك سوسه تقول لك تقعد تاني انت؟ ياض بهزر معاك يا ولد. حقك عليا. دماغك اهي. خلاص يا عم مش زعلان، ما هي قلة الفلوس تعمل اكتر من كده. يا جماعة انا ما اتعودتش استسلم بسهولة. ليه؟ تاني يتنصب عليا تاني يا جدعان. انا ابتديت اشك ان مشروع التخرج بتاع اي نصاب هو اللي يجي على طلعت. ليه بس كده؟ ليه يتنصب عليا تاني؟ ماجد هاتوا، في حاجة على وشي بتقول ان انا هفق قوي كده. فهموني. بقول لكم يا جماعة، ايه؟ مش احنا كلنا محتاجين فلوس؟ طبعا يعني. طبعا احنا هنطبع فلوس. ادي اخرة الافلام الاجنبي اللي حضرتك بتتفرج عليها. بصوا يا شباب، احنا اختيارنا هو البنك المركزي. ستأتي العربية الفان السوداء اللي متفيمة طبعا. بعد خمساية كبيرة جدا هنركن قدام البنك، هننزل كلنا، هنخش جوه عادي، ناخد المطبعة ونطلع بيها، نرميها في العربية ورا ونتكل على الله. نطبع بقى، نطبع ويبقى حوالينا حريم ونعيش حياتنا. فاهم انت القصة دي؟ الله، عيش معايا الخيال بقى. الله يا ابني، اعتقد الفيلم ده كان فيه بوس كتير قوي. ايوه، والأول ما كانش مترجم. ايوه. ما تبص يا خفيف انت وهو. الله، على فكرة اللي بيقولوا لؤي مش صعب انه يتحقق. يا جماعة انا مش بهزر، انا بتكلم بجد وبجد جدا كمان. اللي انا بفكر فيه ده لو ظبط هنعدي، وهنعدي قوي كمان. مش كل حاجة تفكر فيها لازم نقتنع بيها، مش كده ولا ايه؟ انا شايف ان احنا عصابة صغيرة، ملناش في الشمال، نسرق شقة، نقلب فيلا بتاعت ناس اغنياء، لكن نطبع نزور؟ لا، كده احنا داخلين شمال مع امن الدولة، بقينا شمال رسمي. بصوا يا رجاله، لو عايزين نعمل العمليه دي لازم نتعلم من غلطنا. السرقه اللي فاتت كل الجرايد كتبت عنينا، بس ما حدش قدر يوصل لنا. ايوه، بس ده بسبب ان احنا كنا عاملين حاجة قدها ومخططين صح، ودي كمان تتلعب صح. بصوا بقى يا جدعان، اهم حاجة نفهم احنا عايزين ايه وحواراتنا دي ليه. احنا عايزين فلوس صح؟ عايزين فلوس، يبقى مش مهم هنجيبها ازاي، نسرقها، ننصب، نطبعها، ان شاء الله حتى لو هنشفها. يا جدعان ده نصب، والنصب سهل قوي. من الاخر كده حكاية التزوير دي احنا عايزين نجربها، بس احنا محتاجين برينتر وكمبيوتر وسكانر. يعني انتوا ناويين بقى؟ ممكن على فكرة، ممكن. يا جماعه انا عايز افهم، احنا دلوقتي لو جبنا الكمبيوتر ده والسونار الالوان هنعرف نسكانر. لو جبنا السكانر ده والكمبيوتر هنطبع الفلوس. في يا جدعان، هو الكلام على سايبر ولا ايه؟ بص يا شقايق، احنا يمين مع بعض وشمال مع بعض، انا مش هبيعكم. الكمبيوتر عندي في البيت، هروح اجيبه لكم بالمره اطمن على ابويا وامي. وانا يا سيدي عليا البرينتر والسكانر. تمام. خلاص، من دلوقتي اقفلوا موبايلاتكم وحطوا الشرايح الجديدة، ومن اللحظة اللي احنا فيها دي احنا اوت اوف اريا. دور عليه، تليفوني بيرن. دي ياسمينة. طب بقول لكم ايه، ينفع نأجل الحوار ده لبكره؟ معلش اصل لازم اروح اقابلها. قدر ما حصلش. سوري يا ماجد، انا اسفه ان انا ضيعت لك فلوسك. انا حظي وحش، انا عارفه. صدقني اللي معمول لي عمل وانا عارفه مين اللي عملته لي. عشان كده عايزاك تسيبني بحظي النحس ده وتشوف مستقبلك.
فداك يا حبيبتي، فداك اي فلوس. انت اي حاجه عايزاها اجيبها لك، ان شاء الله اطبع لك الفلوس دي. ايوه يا ماجد، بس انا حاسه ان انا بقيت حمل تقيل عليك. انت سبت كل حاجه عشاني، حتى اهلك، والجامعه انت ما بقتش تروحها. جامعه ايه؟ هو ده وقته؟ جامعه ايه يا ياسمين؟ ده منظر طالب يا ياسمين. جامعه ايه اللي انا اروح؟ وبعدين احنا بنتكلم في فلوس، الجامعه دي مش هتجيب فلوس، ده احنا حالة كنا بنروح نصطبح فيها. يا حبيبي، بس انت طبعا لازم تاخد البكالوريوس. انت ناسي طبعا احنا لينا برستيج ولا ايه؟ برستيج ايه يا ياسمينة؟ وده وقت برستيج ايه؟ برستيجك هو فلوسك. معاكي فلوس هيبقى عندك برستيج، معكيش فلوس مش هيبقى عندك برستيج. طب خلاص، انا هدور على منتج ينتج لي الفيديو كليب وارد لك فلوسك. طب ممكن يا حبيبتي بس تأجلي الموضوع ده شويه وانا هتصرف. لا، انا ما اتجوزتكش عشان تضيع لي مستقبلي ونجاحي. في ايه؟ ضيع لك ايه؟ مستقبل ايه ونجاح ايه؟ هو في ايه بالظبط؟ انا مش عايز اخد كلامك ده ان لما فلوسي خلصت قلبت عليا واديتيني الوش التاني. انا هاخده بشكل تاني خالص. ياسمين، انا اللي طلبت اتجوزك، وانا اللي جبت فلوسي وقلتلك هنتجلك، محدش فرض عليا ده. بس برضه معلش، انا هقول انك اعصابك تعبانه عشان حاسه ان شهرتك قلت، فمعلش معلش. ايه؟ شهرتي قلت؟ لا يا استاذ، انا لسه ياسمينة وهفضل طول عمري نجمة. ماشي يا نجمة، ماشي يا نجمة، اعملي اللي انت عايزاه، كل اللي في نفسك اعمليه، انا سايبها لك وماشي. ماجد، لو خرجت دلوقتي مش هيبقى بيني وبينك غير فلوس وبس. انا بصراحه شايفه ان احنا نخليه براحته خالص، اول ما يحس انه كويس اكيد هيجيلنا. انا مش عارف والله يا دودو، المصايب بقت عماله ترف علينا واحده ورا التانيه. بس برضه ماجد غلطان، يعني كان لازم يتجوز واحده زي دي. طلع ما تنساش انه حبها بجد. حبها؟ كلنا حبينا، احنا جالنا مصايب غير من ورا الموضوع ده. صباح الفل. ازيك يا ماما؟ ايه؟ بقول لكم يا شباب، احنا النهارده عايزين نجرب حوار التزوير. رؤية فين؟ الو. ايه يا استاذ جمال؟ يا ريس انت فين؟ انا كلمتك امبارح ما ردتش عليا. ايه؟ لا كنت عايزك في موضوع مهم. تحب نتقابل بالليل على القهوه ولا نتقابل في المكتب؟ ماشي يا استاذ جمال، نتقابل في القهوه. لا عايزك في مصلحه. هنوصل انا وانت كده لغايه الشهر العقاري. عقبال امالتك اشتريت شقه في شارع السودان وعايز اسجلها. لا يا استاذ جمال، ودي تفوتني برضو. اصحاب الشقه هيبقوا موجودين. طبعا هم كبياعين وانا كمشتري. ما تقلقش. المهم بس قول لي، هنتقابل بالليل على القهوه ولا اعتبر ان ده ميعاد؟
والنبي يا استاذ جمال تخلصني من موضوع الشقه ده، عايزين نخلص منه عشان عليها مشكله. مين؟ افتح يا طالبه. وقعت قلبي. امال مفاتيحك فين يا زينب؟ نسيت اخدهم معايا. طب احمدي ربنا بقى ان انت لقيتيني، ده انا هنا بالصدفه. صدفه سعيده. مالك يا بنت بتتكلمي كده بطريقه مش عاجباني؟ عموما نتحاسب بعدين، انا نازل، سلام. سلام يا اخويا. ايه مشغول كده ليه؟ مفيش. طب انا عامله لك مفاجاه. سيبيني يا سوسه لو سمحتي، انا عايز اقعد مع نفسي شويه. دول 2000 جنيه كنت شايلاهم لوقت الزنقه، خدهم ظبط نفسك بيهم. ده ايه الجدعانه دي؟ ما انا طول عمري جدع، انت بس اللي مش واخد بالك. لا واخد بالي يا سوسه. انا اخدهم منك على اعتبار ان هم سلف واردهم لك في اقرب وقت. مفيش اي اخبار عن الفلوس بتاعتكم؟ ده انا سامعه ان الجلسه قربت. مبقاش عندي امل يا سوسه ان ابويا يرجع تاني. انا مش فاهم ليه الاعلام بيهاجمه قوي كده، بيتعامل معاه على انه مجرم، محسسني انه خد الناس من ايديهم وراح يغرقهم في البحر بنفسه. طب المحامي يعني مش مظبط نفسه؟ محامي اتجوز امي. هو ده بقى اللي شغلك؟ مش بالظبط يا سوسو، انا في دماغي مشروع لو ظبط هيفرق معانا كتير قوي. مشروع ايه؟ ما تدخلني معاك. لا مالكيش انت دعوه بالمواضيع دي. ايه يا عبد العليم؟ انت ليه يا اخويا ما بتاكلش؟ ماليش نفس يا سمير. وبعدين هو انت اللي بتسألي؟ ما انت كمان ما بتاكليش اهو. ما تشغلش بالك بيا، انت اللي لازم تاكل، انت اليومين دول صحتك في النازل. خلاص ما عادش يجي منه. مساء الخير. خير؟ هو اللي عنده عيل بايظ زيك ممكن يشوف الخير؟ يا ترى المحروس جاي ليه النبادي؟ جاي تسد نفسنا اكتر ما هي مسدوده على الاكل؟ هو في ايه؟ ليه الدخله الناشفه دي؟ عموما انا جاي اخد حاجه من اوضتي وهمشي على طول. مش مكسوف من نفسك؟ جاي تاخد ايه؟ ما انت خلاص ما بقتش محتاج مننا حاجه. مش كفايه الست ياسمينه بتصرف عليك؟ ست مين اللي تصرف عليا؟ عيب عيب يا حاج، انت جايب راجل. راجل؟ يا حسره، وهو فين الراجل ده ان شاء الله؟ ها؟ هو في ايه؟ انتوا مالكم بتعملوا معايا كده ليه؟ في ايه؟ انا عملت لكم ايه؟ تعالى هنا. انت رايح فين؟ انت مش هتاخد حاجه من هنا. لا سيبيه ياخد كل اللي هو عايزه. المهم يعمل حسابه انه ما يوريناش وشه تاني. اتفضل يا جوز الست. ايه ده؟ هو الفيلم لسه ما خلصش؟ خلاص قرب يخلص، اصله فيلم جميل جدا. والله انت اجمل وارق واحلى فريده في الدنيا بحالها. بحبك موت. وانا كمان بحبك قوي. هاي لؤي، ازيك يا ولد؟ كويس. يا ترى ناوي تعمل فينا ايه تاني المره دي؟ متقلقش، انا جاي اخد حاجات من اوضتي وماشي على طول. وتمشي ليه؟ ما تقعد معانا يا ابني. لا معلش يا ماما، هسيبكم عشان تاخدوا راحتكم. اطمني عليك، انت كويس يا حبيبي؟ كويس الحمد لله. اللابتوب بتاعي والسكانر موجودين؟ Definitely your laptop, the scanner, the printer, everything in its place. مفيش حاجة اتغيرت خالص يا لؤي. تهيألك يا ماما في حاجات كتير اتغيرت. على إذنك.
تسرقني يا طلبة؟ تسرق أختك؟ ماشي يا طلبة الكلب، ماشي. ما قلتليش بقى قفش ليه انت كمان؟ اتخانقت مع ابويا وامي. اوه عادي بقى. بقول لك ايه، شيكت على الكمبيوتر؟ اه يا رب بس البرينتر يدينا الشكل اللي احنا عايزينه. ما تقلقش، دينا هتظبط كل حاجه. بقول لك ايه، احنا هنطبع عني فيها بالظبط. بس يا ابني ما ينفعش نتكلم الكلام ده هنا، حد يسمعنا. انا قلقان من خالد ده. بيني وبينك انا كمان قلقان منه قوي. طب اسمع، احنا نرمي الحمل على طلعت ودينا، والواد الصعيدي ده سيبهولي انا هظبطه. لو كان ينفع يتظبط كان يتظبط من زمان يا اخويا. يلا. ايوه، مين حضرتك؟ عايزه مين؟ طلبه موجود؟ اقول له مين حضرتك؟ لا يا حلو، سيبيني هقول له بنفسي انا مين. اوعي من طريقي. استني هنا. استنى ايه يا اختي؟ تعالي تعالي. ايوه زين، زين انا اللي نصبت عليها. تبتدي شعري. خلاص سيبيها وانا هفهمك. يلا بقى سيبيها اخش جوه صفيتي دلوقتي. صافي وبيجامه حمرا وليله. في ايه يا بنت؟ ما تهدي كده عشان نعرف نتكلم مع بعض. اهدى ازاي؟ اهدى ازاي بعد ما نصبت عليا واخدت فلوس انا وطالعه؟ يا بنت نصبت عليه لكن انت ما نصبتش عليكي. انصب عليك ازاي يا خايف؟ ده احنا اخوات. اخوات؟ وانت خليت فيها اخوات بعد اللي عملته؟ بدل ما تقف جنبي وتساعدني تنصب عليا وتسرقني. يا بنت كنت هقولك، بس لو كنت قلت لك ساعتها كنت هتحني زي العاده وتقولي لسه طلعت حبيب القلب، صح؟ وتسرقه ليه؟ عمل لك كده واد غلبان. يا بنت كده كده هو بيتسرق وبيتنصب عليه، يبقى احنا اولى بقى والفلوس فلوسنا. انا ماليش غيرك يا زينه يا بنت، انا مش شايل هم حاجه في الدنيا غيرك، افهمي بقى. انت كداب، لو شايل هم بجد ما كنتش تنصب عليا انا وطالعه، وكنت سبت لنا شقه نتجوز فيها بدل ما انت عاملها لمزاجك يا واطي. هتلمي نفسك شويه يا بنت. بنت اللي بتتربى. بس خلاص، واضح انك مش فاهمه ومش هتفهمي، وانا بقى لازم افهمك واقول لك الحقيقه. طلع ده من النوع النمرود، الا لو ربنا اداله شويه وطلع فوق، اول حاجه هيعملها انه هيرميك انت. هيدور بقى على واحده على فرانكا. انا عارفه، عشان كده انا قلت اقصقص ريشه. خدت القرشانات دي وخليتها معايا. عارفه خليتها معايا ليه يا زينه؟ عشان عارفه ان انت حنينه وقلبك طيب وهتحني له وتديهم له. انا بحفظك. عرفت انا نصبت على طلعت ليه؟ لا مش عارف. بكره بقى لما طلعت ده يكبر ويرميكي هتقولي ان طلب اخوكي ده كان بيتكلم في الصح. فاهمه؟ انا بقول لك اللي انت لسه هتشوفيه يا زينه. انا اخوكي ابن امك وابوكي. تعالي. والنبي ادينا كوبايه شاي عشان دماغي هتطج. شايف اخرة اللي احنا بنعمله ده ايه؟ اللي احنا بنعمله ده حرام، ما يرضيش ربنا. ربنا هيحاسبنا عليه. حاسبنا على ايه؟ احنا مالنا، احنا مالناش دعوه يا عم. الدنيا هي السبب في اللي احنا فيه. بس احنا الغلطانين يا ماجد.
دي الحقيقة اللي احنا بنهرب منها. احنا اللي عملنا في نفسنا كده. غلطانين في ايه؟ فهمني، غلطانين في ايه؟ احنا كنا حتة لحمة حمرا اتربينا في الدنيا دي، مش احنا اللي اخترنا. احنا كنا عايزين نتعلم، عايزين نشتغل، عايزين نتجوز، عايزين نعرف مين اللي قتل ابوك. اكيد احنا ما كناش عايزين حياتنا يعني تبوظ، ما اخترناش بمزاجنا. صح؟ صح ولا لا؟ اسكت، ما تقلبش على المواجع.